فيلم النهارده بيحكي عن شاب ضعيف اتفاجئ ان هو يدخل اخطر سجن في العالم، فتعلم فن قتال سري علشان يدافع عن نفسه. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع سمسار العقارات ستان، وستان كان كل شغله ان هو يبيع بيوت للناس، وقدر ان هو يفتح مكتب كبير وبقى غني جدا. لكن المشكلة ان هو كذاب وبينصب على الجميع، علشان كده اتفاجئ بعملاء من الاف بي اي وهم بيقبضوا عليه. وللأسف ستان اتاخد للمحكمة واتحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب نصبه وبيعه لبيوت خربانة. فستان حس بالغضب الشديد وطلب من المحامي الخاص بيه يساعده، لكن المحامي قال له مفيش فايدة ولازم يتقبل الأمر الواقع. ومن هنا ستان غير المحامي الخاص بيه وأجر محامي أذكى منه، وفي النهاية مدة الحكم اتخفضت من 5 سنوات ل3 بس، والقاضي أعطى لستان 6 شهور قبل دخوله للسجن. ومن هنا المحامي نصح ستان يهرب من البلد لأنه هيدخل أخطر سجن بأمريكا، لكنه رفض لأن فلوسه هيتحجز عليها ومش هيقدر يوصل لها. وبالليل ستان قعد مع زوجته مينتي وكانت حاسة بالحزن الشديد لأنه هيدخل السجن وهيسيبها لوحدها، لكنه وعدها إن هو هيلاقي طريقة علشان يحل الموضوع. وبعد كده اتجه لنادي ليلي علشان يهدي أعصابه، وهناك بالصدفة لقى مجرم خطير فعرض عليه فلوس علشان يعلمه ازاي يتعامل في السجن. لكن المجرم قال له انك انت هتتمسك تتطحن لانك ضعيف ومش هتقدر تدافع عن نفسك ولازم تنضم لاي عصابة. بس المشكلة ان ستان ما يعرفش اي حد من مجرمين العصابات وهيكون لوحده وسط المجرمين. ومن هنا ستان حياته خربت وكل يوم بيحلم بكوابيس، لكنه عزم ان هو لازم يتقبل الامر الواقع ويتعلم الدفاع عن النفس علشان ما يتبهدلش في السجن. وقرر ان هو يروح لنادي تعليم الكاراتيه. وفي البداية ستان كان متضايق جدا لانه بيتدرب مع اطفال صغيرين، والمدرب خلاه يتقاتل مع شاب مبتدئ علشان يثبت مهارته. وللاسف ستان خسر القتال ده، غير ان هو اتعصب وحاول يخنق خصمه. ومن هنا المعلم رماه في الشارع زي الكلب ونزل فيه طحن. وطبعا ستان كان حاسس بحزن شديد ومش طايق نفسه، لكنه بالصدفة شاف راجل عجوز واقف في الظلام وقال له انا ممكن اعلمك فن قتالي سري هيغير حياتك تماما. والراجل ده كان قوي جدا وابهر ستان بمهارته، لكنه رفض يقول اسمه فطلب من ستان يناديه بالمعلم. وبالفعل ستان استضاف المعلم في بيته علشان يبدأ التدريب تحت ايديه ويتعلم منه اسلوب القتال المدمر. ومن هنا المعلم بدأ يفاجئ ستان لانه طلب منه ياكل كبدة غير مطبوخة، وطلب من زوجته تعمل له كوكتيل من اللحوم النية. وفي البداية ستان رفض لانه بيأكله اكل مقرف، لكن المعلم فكره بالسجن فستان اتعصب واكل بدون كلام. وتدريبات المعلم كانت شاقة جدا وملهاش مثيل لانه كان بيعذب ستان طول الوقت علشان يقوي عزيمته وقوة احتماله ده، غير ان هو طلب منه ياكل العقرب حي. ومن هنا مينتي زوجة ستان اتعصبت بشدة وقالت للمعلم انت نصاب ودايما بتشرب سجاير وممكن تقتل جوزي بتمريناتك الشاقة. فالمعلم تجاهل كلامها وقال ان ستان لازم يتعلم اسلوب القتال السري والا هيطحن في السجن. وبسبب الخناقة ما بين المعلم ومينتي فستان اتعصب وقال لزوجته انها لازم تسيب المعلم في البيت علشان يعلمه الفنون القتالية. لكن مينتي اتعصبت جدا وهزقته وبعد كده مشيت من البيت بسرعة البرق. وطبعا ستان حس بالحزن عليها لكنه كمل تمرين مع المعلم وبدأ يفهم منه بعض أساليبه السرية زي تقنية الصباع المدمر. لكن ستان فشل في الاختبار وكسر صباعه، ومع ان ستان جسمه ضعيف الا ان قوة عزيمته رهيبة جدا وملهاش مثيل لانه اتمرن طول الليل والنهار واستحمل تدريبات المعلم الشاقة علشان يبقى قوي ويدافع عن نفسه ضد المجرمين بالسجن. وستان اتبهدل واكل اكلات غريبة ومقرفة لكنه ما استسلمش وكمل في طريقه. وبعد شهور طويلة من التدريبات الشاقة فتعلم التقنيات السرية واحدة ورا التانية لحد ما بقى مقاتل مدمر ملوش حل، ده غير ان هو فقد الاحساس بالضربات وبقى يقدر يخلص على اي حد بسهولة تامة. علشان كده احتفل مع المعلم والمحامي
المحامي الخاص بيه بالإنجاز العظيم ده. ومن هنا المعلم كشف إن ستان يبقى تاني تلميذ ليه، ولما ستان سأله مين التلميذ الأول فالمعلم رفض يقوله وطلب منه يركز لأنه هيدخل السجن قريب. وبالليل ستان راح علشان يقابل معلم الكاراتيه اللي رماه في الشارع وقال له جه الوقت علشان احقق انتقامي. فمدرب الكاراتيه بدأ بالقتال معاه، ومن هنا ستان مسكه وضربه بكل قوته ومسح بيه الأرض، وبكده ستان يكون حقق انتقامه أخيرا. فالمعلم والمحامي حيوا على مهارته. وتاني يوم الوقت جه علشان ستان يروح السجن، والمعلم والمحامي ودعوه واتمنوا له السلامة. ولما ستان كان راكب الأتوبيس ومتجه للحجز في مجرم غلس عليه، فستان علمه الأدب، وبالفعل ستان وصل أخيرا للسجن. وهناك بنقابل العقيد فرانسيس، والعقيد فرانسيس يبقى هو رئيس المكان، وحذر الجميع اللي مش هيسمع الكلام والأوامر هيتمسك يتظبط. وبعد كده ستان انطلق مع بقية المساجين، ولما وصل للزنزانة بتاعته قابل زميله لاري، ولاري يبقى راجل عجوز لكنه يعرف كل حاجة عن السجن. فستان صاحبه وخرج معاه وقت الاستراحة، وستان سأل لاري عن كل المساجين، ومن هنا ستان عرف مين هم أقوى العصابات والمجرمين بالمكان. لكنه لاحظ مجرم كان ضخم جدا وكان بيبلطج على شاب غلبان، والمجرم ده بيكون اسمه ريموند، وكان فاكر ان مفيش اي حد هيقدر يواجهه. فستان طلب منه يسيب الشاب في حاله. وفي البداية ريموند تجاهل ستان لكنه نادى على كل المساجين وهزقه قدامهم، ومن هنا ريموند فقد اعصابه وهجم بكل ما عنده. لكن ستان اتصدى لهجماته بسهولة تامة، مع ان فرق الحجم ما بينهم كان رهيب جدا. وطبعا ستان اظهر قدراته الخرافية اللي درسها من المعلم، ولوى دراع ريموند بأعجوبة وكسر صوابعه كلها واحد ورا واحد. لكن بعد ما كسبوا القتال في عصابة حاولت تضمه ليهم، فرفض عرضهم وقال ان هو دايما بيكون لوحده ومالوش اتباع. والمشكلة ان اصدقاء ريموند ظهروا، وقائدهم قال لستان انت اذيت صاحبنا ولازم نروق عليك. فستان تفادى ضرباتهم بمهارة عالية جدا، واخد مكنسة خشبية ونزل فيهم طحن، وستان هزم كل اعدائه بسهولة تامة مع انهم كانوا اكتر منه في العدد. ومهما حاولوا يتغلبوا عليه فما كانش في اي حد قادر على ستان لانه قوي وماهر جدا ومالوش مثيل. وبعد كده ضرب قائد المجرمين بلكمة واحدة وطير كل اسنانه على الارض، وقال لكل المساجين ان اللي هيقرب منه او هيتعرض له فهيتمسك ويطحن لانه مش هيرحم اي حد. وفي وقت الاستراحة فالعقيد فرانسيس رئيس السجن طلب يقابل ستان، والغريبة ان هو عامله بكل احترام وقدم له سجاير ونبيذ. وطبعا ستان اتفاجئ وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. لكن العقيد فرانسيس يعرف ان ستان شغال سمسار عقارات، وقال له انا محتاجك علشان تساعدني في مشروع مهم مقابل اني هقلل مدة سجنك من 3 سنين لسنة واحدة بس. فستان حس بالسعادة ووافق على طلبه. ولما ستان كان بيستحمى مع نفسه فقائد العصابة اللي ستان رفض ينضم ليها ظهر وكان معاه سلاح حاد، ده غير ان هو غفله وجرحه. فستان اتعصب بشدة واخرج ننشاكو مصنوع من الصابون، وبعد كده مسكه وظبطه وافقده الوعي بضرباته المدمرة وسلمه لعصابة منافسة علشان يطحنوه. ومن هنا ستان استمر في شغله لصالح العقيد فرانسيس علشان يخرج من السجن في سنة واحدة بس، ده غير ان هو قابل اكيرا، واكيرا يبقى مستثمر ياباني وكان هيشترك مع العقيد في المشروع بتاعه. ومن هنا ستان عرف انهم كانوا عاوزين يقفلوا السجن تماما ويحولوه لمجمع سكني، لانهم هيعملوا حرب ما بين العصابات ويخلوهم يقتلوا بعض. فستان حس بالقلق على المساجين وكان لازم يتصرف. وبالليل لاري حكى لستان عن زوجته وقال ان هو خلص عليها بسبب غضبه وكان حاسس بندم شديد. فستان افتكر زوجته مينتي وكتب لها رسالة علشان يصالحها. وتاني يوم الصبح فستان جمع كل المساجين وسط ساحة القتال وقال ان هو هيرمي العاب الفيديو اللي بتحرض على العنف، وطلب منهم يوقفوا خناقات مع بعض ويعملوا حاجة مفيدة. ومن هنا ستان حاول يصلح حال المساجين علشان يمنع حرب العصابات.
والعقيد فرانسيس وأكيرا ما يبيعوش السجن وكل الأمور تتصلح وترجع لحالها. وبالفعل المساجين سمعوا كلام ستان ووعدوه إن هما مش هيتخانقوا، لأن اللي هيخالف أوامره هيتمسك وهيطحن. وفي نهاية الأمر كل المساجين بقوا سعداء بالنظام الجديد. فلاري حي على مساعدته للجميع وأعطاه رسالة من زوجته وبتقول له فيها إنها سامحته على أخطائه. فستان حس بسعادة ملهاش مثيل. وبعد ما المساجين نفذوا تعليمات ستان فما بقاش في أي خناقات أو أي مشاكل، وكل العصابات أصبحوا أصدقاء مع بعض. ده غير إنهم لعبوا كرة السلة وشاركوا الطعام مع بعض زي الإخوات بالظبط. وطبعا العقيد فرانسيس حس بغضب شديد لأن المساجين بالشكل ده مش هيقاتلوا بعض، وبكده مش هيعرف يبيع السجن ويبني المشروع الخاص بيه. فطلب يقابل ستان بأسرع وقت ممكن وقال له انت ممكن تخسرني ملايين الدولارات. علشان كده المساجين لازم يرجعوا للخناق من جديد، لأن لو السجن فاشل وما فيهوش نظام فمش هقدر أبيعه وابني عليه المشروع الخاص بيا. حتى أكيرا المستثمر الياباني اتعصب وكسر الباب بقوته الرهيبة، وللأسف ستان اضطر ان هو يوافق ويسمع كلام العقيد فرانسيس، لانه لو رفض فمش هيخرج من السجن وهيواجه مشاكل كبيرة. لكن المشكلة الاكبر ان المحامي الخاص بيه كلمه في التليفون وقال له ينفذ كلام العقيد فرانسيس، لانه لو مسكه هيطحنه وممكن يأذي زوجته مينتي. وفي البداية ستان حاول يتفادى العقيد بكل ما عنده لدرجة ان هو طلب مساعدة الحراس، لكن كل اللي بيعمله ده بدون فايدة. فعرف ان مفيش قدامه اي اختيار غير ان هو ينفذ الاوامر ويهدم كل حاجة بناها. وبالفعل تاني يوم ستان اتجول بساحة السجن ورفض يتكلم مع المساجين او يحل مشاكلهم، وقال ان هو مش هيدافع عن اي حد. فكلهم رجعوا للخناق من تاني لان مفيش زعيم يحكمهم. وللاسف كل المساجين اتفرقوا لعصابات من جديد، وحتى ستان ابعد كل اصدقائه عنه وقال للمساجين يسيبوه في حاله. فلاري قال له انت شاب ندل لانك هدمت كل حاجة بنتها، وسابه ومشي. فستان وعده ان هو هيصلح كل الامور. وتاني يوم العقيد فرانسيس احضر المستثمرين واخدهم جولة داخل السجن، وبعد كده قابل ستان وقال له انت هتقابل دكاترة نفسيين النهاردة، ولو جاوبت على اسئلتهم بذكاء فهتخرج براءة بدون اي مشاكل. وبالفعل ستان راح علشان يقابل الدكاترة، والمعلم وزوجته كانوا مستنيينه. واول لما يجاوب على الاسئلة فكان هيخرج من السجن ويبقى حر، لكن افتكر المساجين الغلابة وقرر ان هو لازم يوقفهم عن القتال. وبدأ يشتم في الدكاترة لحد ما قالوا ان هو مجنون وسابوه في السجن. وفي الوقت ده الحراس اعطوا المساجين اسلحة وحرضوهم على بعض علشان يبدأوا حرب كبيرة. والمشكلة ان أكيرا وقف في طريق ستان وكان عاوز يتقاتل معاه، وأكيرا يبقى التلميذ الاول للمعلم وكان يعرف كل الاساليب السرية اللي ستان درسها. وفي بداية القتال أكيرا سيطر على ستان لأنه خبرته عالية جدا في الفنون القتالية وملهاش مثيل. لكن مع الوقت ستان رجع من جديد وتصدى لهجماته، فأكيرا أخرج سيف علشان يتفوق بالمعركة. ومن هنا ستان استخدم كتاب كسلاح ومسك أكيرا وروق عليه وانطلق علشان يوقف الحرب. وقبل ما المساجين يتقاتلوا ويخلصوا على بعض فستان نادى عليهم وقال ان اللي هيتخانق همسكه وهطحنه. فكل المساجين خافوا منه وبدأوا يرقصوا. ومن هنا العقيد فرانسيس اتعصب بشدة وخطف سلاح واحد من الحراس وضرب نار على المساجين وكان هيقتل ستان. لكن مينتي زوجة ستان ظهرت فجأة وهي والمعلم انقذوا ستان على اخر لحظة. وبعد مرور 3 سنين فستان علم الفنون القتالية لكل المساجين، ولما كان هيخرج براءة فكلهم حضنوه وودعوه في سعادة كبيرة جدا. ومن هنا بيخلص فيلمنا. أنا مينا إسحاق. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية. وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الأفلام اللي تحب نلخصها لك. أشوفك الفيلم الجاي صديقي. يا الله سلام.